السلام عليكم. كثر الكلام والأقاويل عن عودة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي لبيته الأولاني نادي برشلونة. ما خلاني على يقين أنه ميسي راح يرجع لنادي برشلونة هي فيديوهات الليغا وتصريحات ناس موثوقة داخل الإعلام، وقالوا كذا خبرية مثل انتقال رونالدو للنصر، مثل نادي ريال مدريد مهتم بمبابي، ومثل لما مبابي جدد مع نادي باريس نفس الخبر قالوا أنه ميسي حاليا متجه لبرشلونة ومعه حقائبه متجه للنادي الكتالوني برغبة منه أنه يعود للبيت الأم. خلاني على يقين انه ميسي لو طلع حاليا من باريس هي وجهته القادمه نادي برشلونه. هناك 4 اسباب راح نتكلم عنها عن عوده ميسي، سبب منهم سلبي و3 منهم ايجابي لنادي برشلونه ولميسي على الطرفين. هل ميسي فعلا راح يرجع لنادي برشلونه ولا الصحافه قاعد بياكلوا اكل شويه او بيلطوا شويه مصاري بعد انه ميسي محقق كاس العالم وبعد ما صار اكثر شخصيه مؤثره في عام 2023؟ قبل لا نبدا بالفيديو لا تنساني بضغطك باللايك والاشتراك وتترك لي رايك بالتعليقات لو عجبكم المحتوى اللي انا قاعد بقدمه، واعذروني لو في اي اطاله او اي افكار بعيد. تعالوا مع بعض. مبدئيا ميسي حتى لما طلع من نادي برشلونه لنادي باريس طلع اكراها، ليس اكراها لنادي باريس او اكراها في برشلونه، لكن في ذلك الوقت نادي الليغا حط حد لنادي برشلونه او لحدود نادي الليغا كلياتهم الانديه انه في حد معين من الرواتب. يعني على سبيل المثال لازم مثلا وليكن نادي برشلونه لازم سقف الرواتب ما يتعدى ال 100 مليون، ميسي لحاله كان راتبه 50 مليون غير هذا المعترف فيه، غير المكافآت والجوائز. هذا الشيء بترجع للاعب واتفاقه مع الاداره اعطاه الموسم. ميسي وقتها في ذلك الوقت برشلونه الاداره السابقه قبل لابورتا كان حرفيا كل اللاعبين بيمتلكوا رواتب، يمكن حتى بالدوري الانجليزي اللي هو اضخم دوري واكثر دوري بعطي رواتب ما كانش موجود هذا الراتب. لمين كان الضحيه في ذلك الوقت؟ كان الضحيه ميسي، بعد ما كان قبل بليله طالع وبيكلم صاحبه اجويرو بيقول له انا جددت عقدي مع برشلونه وغدا نمضي الورق وما ادري شو، بيصحى ثاني يوم الو ميسي انت برا النادي. فانت متخيل الفريق اللي عاش فيه لاكثر من 16 موسم وقدم معاه كل شيء وحقق معاه 7 كرات ذهبيه ويمكن الثامنه على الطريق، كل هاي تيجي بلمح البصر تفقد شيء اسمه نادي برشلونه وتطلع لنادي ثاني انت مش متعود اصلا على هاي الفكره. المهم ميسي بعد ذلك اتجه لنادي باريس، وقالوا الاعلام الكتالوني مشان يسكتوا شوي او يغاضوا شوي او يخلوا الجمهور يقلب شوي مع صالح لابورتا انه ميسي مشوه للمنظومه او ميسي لازم يطلع عشان نعرف نبني برشلونه صح. الفكره غلط 100%، ومع الايام تبين لك هذا الشيء بعد ما فشل برشلونه بالمرتين انه يتاهل من دوري المجموعات في دوري ابطال اوروبا وفشل في تحقيق اي بطوله عدا الليغا وكاس السوبر في هذا الموسم. المهم بعد ذلك ميسي طلع لنادي باريس، شفنا كلياتنا دموع وشفنا انه ميسي كرهان للوضع. طيب ميسي وصل لنادي باريس شو لقى الجماهير بتصفر عليه، مبابي بيتخانق معه، نيمار يا شوي صاحبك يا انا شوي ضدك، الفريق مفكك، ما في مشروع، نشيل مدرب نحط مدرب، ما بتعرف مين اللي معك مين اللي عليك. حرفيا اللاعب بلش يحس حاله انه اجى على مشروع غلط. اوكي اعطوني الراتب اللي انا بدي اياه بس ما اعطونيش اللي انا قاعد بسعى عليه، ما اعطونيش المنظومه اللي انا قاعد ببحث عنها. يعني على سبيل المثال ميسي بالارجنتين قالوا له ليش حققت كاس العالم؟ لانك لاعب استثنائي. شوف ميسي لو متواضع قالوا لهم لا طبعا انا حققت كاس العالم لانه المدرب واللاعبين فهموا طريقه لعبي، على عكس الباريس تماما. يعني كل اللعب يتجه يمكن لمبابي يمكن شوي لنيمار، ميسي مو عارف هو دوره، مره بيشوف حاله راس حربه مره جناح كذا مركز. المهم بعد ذلك ميسي لما فشل في مباراه بالتسجيل لقى الجماهير قاعده بتصفر عليه بتقول له اطلع، او بيقولوا له يعني انت لاعب منتهي. تخيل انه محقق كاس العالم قبل 4 شهور ويقولوا له لاعب منتهي. المهم ميسي بعد ذلك لما صنع اسيستين لمبابي وانتصروا بنصف النهائي وتاهلوا للنهائي في البطوله في فرنسا، ميسي ما حيا الجمهور ابدا، بالعكس طلع بدون ما يسلم عليهم. بعد ذلك يا معلم بتلاقي ميسي شايل شنطه ومتجه على اسبانيا على مدينه برشلونه. صدته الكاميرات يمكن في اليوم يمكن امبارح ما بعرف مع بوسكيتس مع جوردي ألبا مع كذا لاعب من برشلونه قاعد ميسي معاهم بوجبة عشاء. اوكي هي اصدقاء وكذا لكن مش بذلك الوقت في نهايه الموسم. النقطه الثانيه الاعلام والكاميرات صادت ميسي وبشنطه راجع على نادي برشلونه. المهم 90% ميسي رايح لنادي برشلونه. طيب على الطرف الثاني قلت لكم انه في 4 اشياء لازم نتكلم عنهم، 3 ايجابيه و1 سلبي للنادي ولميسي. تحبوا نتكلم بالايجابي ولا بالسلبي؟ خلونا بالايجابي بالاول. مبدئيا ايجابي لبرشلونه نادي برشلونه ولا ميسي. الايجابيه الاولى شخصيه الكابتن داخل ارض الملعب، جمهور، الاداره، اللاعبين، حتى الخصوم كلياتهم بيحترموا شيء اسمه ميسي. لما يكون ميسي معك بالفريق انت راح تقاتل لاخر دقيقه انك تحقق على ذلك بطولات، انك تقاتل لاجل ميسي اللي حقق كاس العالم، وراح تعرف انه الاخفاق منك مش منه. بالمختصر الشيء الثاني انه بوسكيتس مش قائد حقيقي. يعني بوسكيتس ما بتشوفوش مثلا اللي هو والله راح اشيل منظومه برشلونه بعد ما ناكل جولين، راح اساعدكم انه احنا نفوز، راح اساعدكم انه احنا ننتصر، او اني راح اخلي الفريق كلياته بالهدوء بالسكونه حرفيا بالروعنه. برشلونه تفتقد لشخصيه الكابتن او شخصيه اللي ممكن الفريق كلياته يسمعوا ويحترموا. ميسي عنده هاي الشخصيه ومتواجده. بوسكيتس
مش كابتن حقيقي لبرشلونه، ولا هو كابتن البطولات اللي ممكن يحقق بطولات لنادي برشلونه، لانه الكابتن بيحتاج شخصيه، بيحتاج احترام، بيحتاج تاريخ مثل ميسي. بوسكيتس ذو تاريخ ولكن ما عنده الشخصيه ولا عنده الجرينتا اللي موجوده عند ميسي. الشيء الثاني الايجابي والسلبي لنادي برشلونه وبنفس الوقت لميسي. الشيء الثاني اللي لصالح ميسي اكثر ما يكون لنادي برشلونه، رونالدو اتجه لطريق انه يروح لنادي النصر، مش اخفاق من كريستيانو رونالدو، ولكن كانت نقطه رونالدو غلط فيها من البدايه من لما راح على اليونايتد وترك يوفنتوس، لانه كان في خلاف بسيط جدا مع المدرب. ميسي كاسطوره او كاي اسطوره ثانيه مستحيل يغلط نفس الغلط اللي غلطه رونالدو، انه يتجه على نادي ثاني ويرجع على نادي ثالث ويروح هون ويلف هون، خصوصا انه الانديه حاليا قاعده بتمسك بالاساطير وبتهمشهم، حتى نادي باريس قاعد بيهمش بميسي. فالاصح لميسي شاف انه يرجع لبيته الاول، دام في انه طلب من الجماهير دائما بتصفق له، دائما بتنادي باسمه في دقيقه 10، اللاعبين بيطلبوه، الاعلام بيطلبوا، تشافي بيطلبوا، الاداره بتطلبه، ومستعد ميسي انه يخفض راتبه. فميسي شاف انه الله انا اطلع لنادي ثاني مثل رونالدو اغلط هذيك الغلطه، مش استنقاص من رونالدو، ولكن رونالدو اكيد نادم على هذا الشيء انه راح لليونايتد، ورونالدو بذات نفسه قالها، قال انا ندمت على هاي الخطوه اللي اخذتها واني اتجهت لنادي اليونايتد. طيب الخطوه انه ميسي يرجع لنادي برشلونه يضمن نهايته كاسطوره، يمكن يلعب موسم موسمين ثلاثه، عاد ما يقدم ما حدا هناك راح يصفر عليه، ما راح حدا يقول لك ميسي انتهى، ميسي ما قاعد بيقدم اللي عليه، بالعكس راح تلاقي الناس بتحترمه، ناس بتقدره، ناس بتعرف شو ميسي شو عمل، حتى هو حبه للشعار راح يجعله انه يقاتل للدقيقه 90 لبرشلونه، وميسي بحركه واحده بيحطها قدام المرمى. الشيء الثالث الايجابي والاخير معانا هو انه ميسي حاليا وجد في برشلونه اللي كان فاقده زمان، الا وهو منظومه الدفاع. ايام ميسي كان بيكيه ولينجلي وكان ديست وكان يعني جوردي ألبا منتهي يلعب 50 دقيقه بعد تلاقيه قاعد على الدكه مستشهد، ما كانش فيه حرفيا الروعه اللي كان بيبحث عنها ميسي في نادي برشلونه، وخصوصا منظومه الدفاع. فنقطه ثانيه الوسط مفكك في ذلك الوقت، يعني بوسكيتس تلاقيه مش عارف هو وين بيلعب، تلاقي قدامه بيدري اللي بعده ما هوش ناضج، ديونج اللي المدرب ما هوش عارف يطوره، مين معاه للهجوم؟ معاه ابو علوش تتذكروه ابو علوش، ويعني مهاجمين يمكن سواريز انتهى وجايبين له جريزمان بنفس ادوار ميسي وكوتينيو اللي مش عارف حاله بده يضل ببرشلونه ولا يطلع. فكان حرفيا والملام الاول هو ميسي، حرفيا دائما الملام الاول هو ميسي. فهي الثلاث نقاط الايجابيه لميسي ولصالح برشلونه حاليا، انه يرجع ميسي بعد ما نادي برشلونه صار اكثر نضج، وحاليا قاعد بدهم شخصيه الكابتن اللي ترجعهم للامجاد وللبطولات. وجود ميسي لحاله ممكن يحسم لك لحاله على مستوى الدوري 20 نقطه لحاله حرفيا، وعلى البطولات الثانيه ممكن يوصلك للنهائي لوحده. ميسي لاعب كلياتنا بنعرفه، مش محتاجين انه اتفلسف لكم وافوت لكم او ارجع راسكم اكثر بالتفاصيل. طيب شو الشيء السلبي اللي انا بدي اتكلم لكم عنه؟ بتمنى انه ما تفهموني غلط، ولكن هذا الشيء واقع، انه عوده نادي برشلونه خصوصا لابورتا اللي قاعد بيحاول يبخل على نفسه كثره البخل، انه ما بدي اجيب صفقات، ما بدي اجيب صفقات، واذا بروح بجيب صفقات بجيبهم من بيلعبوا بالمنتخب الاسباني مثل فيران توريس مثل إيريك غارسيا اللي حرفيا دفع فيهم يمكن الاثنين 100 مليون بدون اي فائده. يمكن البرشلوني ندمان عليهم، يعني تخيل انه هالاند راح ب 60 مليون و65 مليون على فيران توريس، العاب العقل. المهم النقطه الثانيه انه يبخل بالصفقات، يعتمد على ميسي انه موجود، فيرجع المنظومه كلها معتمده على ميسي، فيخرب كل المشروع. يصير اي لاعب يغيب يقول لك ما محتاجين، اي لاعب يصاب من نص موسم يقول لك ما محتاجين لاعب ثاني، ما تلاقي في تطور باللاعبين، اللاعبين بلشوا ما يساهموا انه يروحوا لبرشلونه لمجرد انه ما يحصلوا على الدقائق، يعتمد انه ميسي يلعب بكذا مركز. هذا الشيء غلط، كان موجود اول وحاليا موجود مع نادي برشلونه. حتى الشيء الثاني انه ممكن برشلونه انها تروح تبيع نجومها مثل ليفاندوفسكي اللي ممكن يقول لك خلاص ملوش لازمه ميسي بيلعب راس حربه، رافينيا ملوش لازمه ميسي بيلعب جناح، هذا الشيء ممكن يصير، فراح يكون شيء سلبي لصالح برشلونه ولصالح ميسي. ولكن انا من نفسي بتمنى انه ميسي يرجع لنادي برشلونه مثل ما بتمنى انه رونالدو يرجع لنادي ريال مدريد، لانه حقيقه مصير الاساطير انها تتكرم في نهايه مشوارها، ولكن الغلط اللي صار لرونالدو بيورجيك انه الحياه لا ترحم. هذا كل شيء كان معنا في فيديو لليوم، اتمنى اني ما اكون طولت عليكم او جبت لكم افكار بعيده، وما تنسوني باللايك والاشتراك، اتركوا لي رايكم بالتعليقات لو عجبكم هذا الفيديو، واستنوني ان شاء الله في فيديو راح نتكلم فيه عن مانشستر سيتي والنهائيات اللي راح يخوضها قريبا. ختاميا كان معكم اخوكم ماجد من قناتنا وقناتكم، السلام عليكم.